السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا وعليكم. هلت روايح الشهر الكريم، ربنا يجعله شهر خير وبركة على الجميع. هنبدأ بقى نشوف تجهيزات رمضان. احنا مش عايزين نعمل تفريزات ولا تخزينات ولا حاجات كتير كده، ولا نرهق البيوت ولا نرهق المرتبات ونعمل حاجات كده وإسراف وإهدار. لا، احنا هنعمل الحاجات اللي احنا بنحتاجها والحاجات البسيطة اللي احنا ممكن اصلا نعملها طول السنة، ولكن هي في رمضان يعني لابد منها. النهاردة هنعمل طريقة حلوة كده وسهلة جدا للفول المدمس، زي ما احنا شايفين كده استوي معانا وبقي زي الزبدة. هنحتفظ بيه وهنخرج منه وقت الاستخدام كده كيس بكيس، عشان ان شاء الله يكون متوفر عندنا طول الشهر. اللي اول مره يشوفني، انا سميه من مطبخ مصر. شرفني جدا اشتراككم معانا في القناه، ويا ريت كمان تدعمونا وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك قبل ما تخرجوا وكومنت حلو كده منكم. بعد الصلاه والسلام على رسول الله نبدا فيديو النهارده. في الاول كده طبعا هجيب كيلو من الفول، هنقيه كويس وبعد كده هغسله كويس وهبدا ان انا انقعه. الفول بيتنقع مدة مش أقل من 12 ساعة، يعني من بالليل لتاني يوم تقريبا. هتصبحي تاني يوم تلاقي شكل الفول كده اختلف والكمية تضاعفت، ولازم تنقعيه في مية كتيرة تغطيه وزيادة جدا، علشان هو بيشرب المية دي وحجمه بيتغير. تصبحي بقى تاني يوم كده تصفيه، وبعدين تحطي له بقى ميه نظيفه، وهنبدا ان احنا نولع عليه. يا ريت الميه اللي هنحطها عليه من الاول كده تبقى ميه سخنه او ميه مغليه، ده هيسهل عليكي جدا. طيب هنحط للفول ايه بقى؟ هنحط له حوالي كوبايه من الفول المدشوش، ده مش هيتنقع فتره كبيره لان هو مفيش فيه القشره واوريدي ما بياخدش وقت كتير في النقع. هنحط نص كوبايه عدس بجبه ونص كوبايه عدس اصفر، يعني كوباية فول مدشوش، نص عدس جبة ونص عدس أصفر، وكمان هنحط كده 3 معالق من الرز. هنقلب كده كل الخليط ده، ما تستغربوش من الرز، بيكون هايل جدا ومش هيبان معاكي تماما، بس هيدينا مادة نشوية كده، هيخلي الفول ميته تقيلة وهيخلي اللون بتاعه جميل جدا. ادي بقى المية المغلية كمان هنبدأ نحطها على الفول. يفضل ان احنا ما نحطش ميه من الحنفيه كده والميه بارده، لا احنا ننقله على طول في ميه بتغلي وبعد كده نحطه على النار. هحط شويه كركم كده وشويه من الكمون. طبعا الكركم ده كمان هيخلي لون الفول حلو قوي معانا. هنبدا بقى نشوف الاضافات كمان التانية اللي احنا هنحطها معاه. هنبدأ بقى نحط جزرة متقطعة، بصلة متقطعة، حبتين طماطم أو حباية كبيرة زي ما تحبي. بس أنا طبعا حطيت في الطماطم 2، إنما البصل والجزر حطيت من كل نوع واحدة بس. وهبدأ بقى كده إن أنا أغطي الحلة عليه، وأول ما هيغلي هنوطي النار عليه، وهبدأ أجيب ورقة فويل وهغطي بيها الحلة علشان يتخمر تماما وما يطلعش أي بخار معانا. الموضوع ان احنا عايزينه يبقى على نار هادية، كمية السوائل تكون فيه مناسبة. وطبعا احنا كل حوالي نص ساعة كده هنكشف عليه نشوف الدنيا ايه ونغطي عليه تاني. لو عندك طبعا حلة ضغط فانت هتحطيه في الحلة وتفتحي عليه مرة واحدة، فمش هتحسي بالموضوع ده. انما علشان انا دلوقتي عايزة احطه لكم كده في الحلة العادية على النار، فانا يعني هتشوفوا طريقة التسوية. النار تبقى هادية، ولو زودنا مية هنزود مية مغلية. طبعا احنا هنفتح عليه كذا مرة، وهياخد معانا مثلا ساعتين 3 على النار على نار هادية. كل ما هنفتح عليه هنضيف له ميه مغليه. عندي بقى نص ليمونه او ليمونه سليمه، انا حطيت الليمونه سليمه كده زي ما هي، هتخلي وش الفول ما يتاكسدش معانا ومش هيدينا لون غامق، هيخلي اللون بتاع الفول ان شاء الله حلو ومفيش اكسده باذن الله. كل شويه كده هنفتح ونشوف الفول اخباره ايه، وبعدين هنغطي عليه زي ما بقول مش قبل نص ساعه. احنا طبعا مش هنطفي عليه الا لما حبة الفول نفسها تستوي تماما، القشر تستوي تماما، كل الخضار اللي معانا ده يستوي تماما. لسه لغاية دلوقتي كده ما وصلش للدرجة اللي احنا عايزينها. هنرجع تاني نحطه على النار ونوطي عليه، وهنغطي عليه تاني بنفس ورقة الفويل لغاية ما يستوي بالشكل كده اللي احنا عايزينه. مش هنطفي على الفول خالص الا ما هنحس ان هو استوى تماما. كمية بقى الفول طبعا زي ما احنا شايفين كده تضاعفت، والحاجات اللي احنا حاطينها معاه دي كمان المفروض ان هي بتستوي تماما وما بيبقى لهاش اي اثر. هاجي بقى في الاخر كده هعمل طماطميتين يعني بالمبشرة، وهبدأ ان انا احطهم على الفول. ده كمان هيخلي لون الفول احمر معانا وهيخلي لونه جميل جدا.
ليه مش بحطهم من الاول؟ علشان انا يعني قربت كده اخلص تسوية، فانا عايزة اللون يطلع كده في الاخر، غير لما يستوي من الاول مش هيديني اللون الاحمر ده. زي ما احنا شايفين كده برضو نفس التقليب، المية بتاعت الفول نفسها بدأت تتقل وتلف معاكي، مش تحسي ان هي مية خفيفة، لا، كل الحاجات بقى بدأت تستوي. والرز اللي احنا حطيناه فيه طبعا مادة النشا بدأت تخرج، فكل الكلام ده يخلي المية بتاعت الفول تقيلة معانا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الفول المدمس من الاكلات المصرية الشعبية، يعني اللي هي تراث عندنا في مصر كده، ودايما كل البيوت ما بتستغناش عنه في السحور. وطبعا بقى المحلات بتتفنن فيه وبتتفنن في اشكاله وبيضيفوا له حاجات كتيرة جدا، ولكن طبعا مستوى النظافة اللي انت بتعمليه في البيت وكل حاجة بتعمليها على ايدك كده والتسوية على ايدك وبتوصلي للي انت عايزاه. بعدين انت هتعملي مثلا الكيلو هيقعد معاكي فترة، يعني ممكن تحطي الكيلو ده يفضل معاكي طول شهر رمضان تستهلكي فيه. لو انت بقى بتشتري كل يوم يعني بصراحة 20 جنيه و30 جنيه فول مش هيكفوكي حاجة اصلا. الفول كده خلاص بقى معانا استوى، هبدأ بقى ان انا اطلعه كده. شايفين شكله في الطبق وشايفين اللون وشايفين الحمار بتاعه. هنهرسه كده بالشوكة، طبعا لو حابة تعمليه في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما تحبي. انا عايزة اوريكم بس ان حبة الفول ما شاء الله معايا دلوقتي زي الزبدة كده، استوت تماما جدا اهو زي ما احنا شايفين. لون حبتين الطماطم اللي احنا حطيناهم الاخر عاملين لون حلو جدا للفول. انا هبدا اهرسه كده بقى بالشوكه. انا بحب دايما لما يكون الفول لسه طازه يا دوب انا لسه طفيت عليه، ببدا ان انا اهرسه واحط عليه شويه كده من زيت الزيتون، شويه ملح، شويه كمون، واحب ان هو يتاكل كده بدون اي اضافات. في اوقات تانية بقى طبعا بعمل توم وبعدين بشوحه وبحط عليه طماطم قطع مش صلصة، وبعد كده بحط الفول وممكن يعني ربع واحدة فلفل اخضر، وبسبكهم شوية كده وبعد كده بحط عليهم الفول واسيبهم يغلوا شوية على النار. دي طريقة تانية. وممكن احط عليه طحينة بس، وممكن النهاردة احط عليه طحينة، احط عليه معلقة سمنة بلدي، معلقة قشطة. طبعا كل الحاجات دي بترجع لك انتي ولطريقتك في الاكل. فانا دلوقتي حطيت بس شوية ملح، شوية كمون، شوية زيت زيتون، ويا سلام عليه بقى وهو لسه معمول طازة كده قبل ما يدخل التلاجة، بصراحة بيكون له طعم تاني. واتمنى كلكم ان شاء الله تجربوه. ده شكل طبق الفول بتاعنا. مفيش طبعا انضف ولا اجمل من ان انت تعملي كل حاجة يعني في البيت بايدك. وكمان زي ما انتوا عارفين ان انا دايما بخبز في البيت وبنزل العيش اللي انا بعمله، فبيكون ده بقى مع العيش البلدي كده حاجة سلطنة عظمة بصراحة ما شاء الله. انا حطيت بقى هنا معلقة من القشطة البلدي، لو حابة تحطي برضو سمنة بلدي هتبقى جميلة جدا. كمية الفول بقى اللي اتبقت عندي كده هستنى عليها لما تهدى شوية، وبعدين هبدأ هغطيها طبعا علشان ما تتأكسدش، وبعد كده هبدأ احطها زي ما احنا شايفين كده بالكبشة، وابدأ احط في اكياس وهحط في الفريزر، وهنطلعه على الاستخدام. ممكن وهو متجمد كده تحطيه في الصلصة او في الطماطم اللي انتي عملتيها مع الثوم والفلفل، وتحطي كيس الفول او تخرجيه من قبل بوقت كافي هيفك معاكي من الفريزر، او تحطيه في الميكروويف كده 3 دقايق او حاجة هيفك معاكي تماما. المهم ان انت تحتفظي بيه، ويعني اللي انت تحتفظي بيه ده يكون بدون تجهيز. الفول لو احتفظت بيه متجهز في الفريزر لما بتطلعيه بيكون طعمه مغير بصراحة، انما هو تحتفظي بيه بالشكل ده كده هيكون كأنه لسه معمول فريش حالا. كده عملنا الكمية دي كلها تقريبا 6 أو 7 أكياس، الكيس كبير جدا زي ما احنا شايفين. الفيديو خلص، واتمنى الوصفة تكون ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم وتكون مفيدة ليكم. وان شاء الله فيديوهاتنا ووصفاتنا لسه ما انتهتش. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تدعمونا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.